السلام عليكم طلاب الصف الثالث المتوسط ورحمة الله وبركاته. وصلنا وياكم لحل أسئلة الفصل السادس لمادة الكيمياء. طلاب راح نأشر وياكم الأسئلة اللي داخلة واللي أيضا اللي حذف بالفصل. أول سؤال عندنا داخل بأسئلة الفصل يقول وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الميثان في المختبر معززا جوابك بكتابة المعادلة الكيميائية. طلاب هذا جوابه صفحة 95 بالكتاب. هنا صفحة 95. شوفوا طلاب، هذا جواب السؤال الأول اللي يقول يريد المعادلة الكيميائية، هاي المعادلة، وأيضا هذا الرسم مالت الجهاز. هذا أيضا مهم، سؤال مهم ودائما يجي بالوزاري، وجابوه أعتقد للتمهيدي هاي السنة. زين، هذا أول سؤال بأسئلة الفصل. ثاني سؤال يقول اعطي مثالا لكل مما يأتي. يريد أمثلة على سلسلة كربونية مستمرة، ثانيا سلسلة كربونية حلقية، وثالثا سلسلة كربونية متفرعة. طلاب الجواب هذا خليته لكم هنا، هذا جواب السؤال الثاني. أول واحد يريد سلسلة كربونية مستمرة. مستمرة يعني ما بيها تفرع، كلها سيات وأتشات، ما عندي تفرع سي فوق، ماكو سي فوق ولا سي جوا. مثل ايش؟ مثل عندي بيوتان. بيوتان كم كربونة بأي مثال تعطون عادي طلاب. المهم سلسلة مستمرة تكون هيج كربونات هيج كربونات تكون. مثلا هذه البيوتان 4 ذرات كربون، كل كربونة وحدة تتشبع ب4 هيدروجينات، هاي بيها وحدة، والآصرة باعتبار هيدروجينة وحدة. بعد لها اتش 3 وحدة منا وحدة من هنا ووحدة منا. وهاي الثانية الكربونة ايش بيها وحدة منا باعتبار هاي آصرة يعني هيدروجينة، ومنها هيدروجينة تحتاج بعد 2، وحدة فوق ووحدة جوا. زين، هاي هم نفس الشي، هاي الكربونة بيها وحدة من هنا ووحدة هاي 2 أواصر، فمحتاجة 2 هيدروجينات، لأن كل وحدة تتشبع بشقد قلنا ب4. هسه هاي ايش تتشبع بعد من هنا ومن هنا ومن هنا 3 محتاجة، لأن هي بيها بس هاي وحدة، فمحتاج لها 3. زين طلاب، هسه هذا هو جواب السؤال الأول. زين، بعد يريد مثال على سلسلة كربونية حلقية. حلقية يعني على شكل حلقي، مثل ايش؟ البروبان الحلقي، هذا بروبان على شكل حلقة، هذا جواب، هذا ثانيا. زين، ثالث شيء سلسلة كربونية متفرعة. مثل ايش المتفرعة؟ مثل ايش؟ ايزو بيوتان، هذا ايزو بيوتان. نحسبهن كم كربونة؟ 1 2 3 هنا 4 يعني بيوتان. ليش قلنا عليه ايزو؟ هي هاي السلسلة تكون متفرعة، لأن عندي أخلي كربونة فوق هذا اللي هو هذا الفرع، هذا يدل على الايزو. هنا صار عندي. زين، هسه هذا السؤال طلاب، السؤال هذا هنا الثاني كملنا. زين، السؤال هم داخل. السؤال الثالث يقول اختر الأنسب من بين القوسين الذي يكمل التعابير الآتية. أولا، كل المركبات العضوية تحتوي على أحد العناصر الآتية في تركيبها: الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، لو الكبريت، لو الكربون. الجواب راح يكون الكربون. زين، شكو مركب عضوي، من نسمع كلمة مركب عضوي معناها أتذكر إنه بيكربون. زين، باء، يكون الارتباط بين ذرتي الكربون في المركب المشبع بأواصر تساهمية. شو يكون الارتباط؟ إذا يكون مركب مشبع فتكون مفردة، آصرة مفردة. زين، جيم، الغاز الذي نسبته الحجمية أكبر من الغازات الأخرى في الغاز الطبيعي هو؟ الجواب الميثان. زين، داء، في الأستلين C2H2 ترتبط ذرتا الكربون ببعضها بآصرة، تكون آصرة ثلاثية. السؤال الرابع يقول وضح مع الرسم جهاز تحضير غاز الأستلين
في المختبر معزز جوابك بالمعادلة الكيميائية. يا طلاب كل سنة تجي هاي الأسئلة، لازم ينطيك فرع أو فرعين يقول لك اكتب المعادلة كذا غاز موضحا بالرسم، لازم تجي هاي الأسئلة طلاب. الجواب هذا راح يكون صفحة 97 وصفحة 98. صفحة 97 هنا يا طلاب اللي بيها المعادلة تحضير الأستلين، اللي هذه المعادلة طلاب، هاي المعادلة. وأيضا 98 بيها الجهاز، هذا مطلوب الجهاز، حفظ الرسم مالته. هذا هو جواب. زين نجي نكمل. يقول ما السؤال الخامس، يقول ما أهم المميزات للمركبات العضوية؟ الجواب صفحة 91. مميزات المركبات العضوية. هاي طلاب هذين النقاط الثلاثة اللي هن أولا كل المركبات العضوية أهم شيء بيها قلنا تحتوي على الكربون في تركيبها، وهي قابلة للاحتراق أو التحلل بالتسخين، ولا سيما إذ تم تسخينها لدرجة حرارة عالية. ثانيا غالبا ما ترتبط الذرات في المركبات العضوية بأواصر تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطيء. وثالثا الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء، ولكنها تذوب في بعض السوائل العضوية كالكحول والإيثر والأسيتون ورباع كلوريد الكربون. هذا الجواب. زين بعد عندنا طلاب السؤال السادس، يقول كيف تعبر عن كل مما يأتي بمعادلات كيميائية موزونة؟ يريد من عنده معادلات كيميائية موزونة. أول وحدة يقول تسخين خلات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم تسخينا شديدا. هاي طلاب الجواب، هذا الجواب هنا. هذا طلاب خليكم إياه بلون الأزرق حتى تميزونه. هذا الطلاب جواب السؤال الثاني. هذا السؤال السادس بين 4 نقاط طلاب. من هنا يبدأ السؤال السادس، هذا أولا وثانيا وثالثا ورابعا، هذا كله جواب السؤال السادس. أول شيء خلات الصوديوم اللي رمزها CH3COO Na، يريدها مع هيدروكسيد الصوديوم، مع هيدروكسيد الصوديوم، هذا هيدروكسيد الصوديوم NaOH، من أسخنه راح يطلع لي ميثان وكربونات الصوديوم. زين ثالث بعدين شو عندي؟ يريد كلهن بالاحتراق، يريد حرق كل من غاز الميثان والأثيلين والأستلين في الهواء حرقا تاما. طلاب من أسمع كلمة حرق معناها كلهن فاعلهن ويا الأكسجين. هاي أول شغلة كلمة حرق، وخلي مثلث على السهم يعني احتراق، وكلهن بالاحتراق يعطينا ثنائي أكسيد الكربون وماء. هاي حتى لو نكتب بس ذني من يجينا بالامتحان أنا حصل درجة عالية عليهن. ها طلاب كل ما أسمع كلمة حرق يعني أفاعل ويا الأكسجين وأخلي مثلث على السهم، وأيضا شو أسوي؟ الناتج يكون عندي CO2 الناتج ومي وH2O. هذين دائما أني كل ما أشوف حرق أخليهن. زين أول واحد الميثان يريده اللي هو CH4، والنوبل أثيلين C2H4، بعدين أستيلين C2H2، فاعل ويا الأكسجين أحصل على CO2H2O، والأثيلين هم فاعل ويا الأكسجين أحصل نفس الشيء CO2 ماء. هذا اللي كملناه. زين بعد ثالثا يقول تسخين خليط من كحول الأثيل وحامض الكبريتيك المركز إلى 170 درجة سيليزي. هنا يكون يريد يكون عندي حامض الكبريتيك اللي هو هذا H2SO4 بدرجة شقد 170 درجة سيليزي. هذا المركز، وهذا هو كحول الأثيل C2H5OH. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني غاز الأثيلين C2H4 وماء. بعد عندي النقطة الرابعة تفاعل الماء مع كاربيد الكالسيوم.
تفاعل الماء يعني ايش عندي؟ يعني زائد ماء H2O. زين. كاربيد الكالسيوم من اسمه كاربيد يعني كربون بي C2 هذا الكاربيد. كالسيوم يعني Ka. أفاعل هنا راح أحصل على غاز الأستيلين وهيدروكسيد الكالسيوم. ها طلاب هذا يكون عندي هذا كله الجواب. راح يكون عندي الجواب. زين طلاب. بعد نجي نكمل طلاب. السؤال السابع ترك. هذا تارك الوزارة. السؤال الثامن أيضا ترك. التاسع بأليف داخل وباء ترك. باء ترك حذف. السؤال التاسع ألف يريد مقارنة. يريد عندي مقارنة بين غاز الميثان والأثيلين والأستيلين من ناحية اللون والرائحة. هاي نقطة. ومن ناحية قابلية الذوبان في الماء. ومن ناحية أيضا اشتعالها بالهواء بشكل اعتيادي وتفاعلها مع ماء البروم الأحمر اللون. الجواب طلاب هاي المقارنة قدامكم. حفظوها وأيضا صوروها ونقلوها بدفتركم. نجي أولا من ناحية اللون والرائحة. الميثان عديم اللون والرائحة. أما الإيثان هو يكون عديم اللون. والأستيلين عديم اللون ذو رائحة كريهة تشبه رائحة الثوم. من ناحية الذوبان في الماء. غاز الميثان قليل الذوبان في الماء وغاز الإيثان لا يذوب في الماء. أما غاز الأستيلين فهو لا يذوب في الماء. ثالثا من ناحية اشتعالها في الهواء بشكل اعتيادي. فالميثان يشتعل في الهواء بلهب غير داخن مكون ثنائي أكسيد الكربون وماء وطاقة. أما الإيثان فيشتعل بلهب داخن مع تولد حرارة عالية. والأستيلين يشتعل بلهب داخن مع تولد حرارة عالية. نجي من ناحية تفاعلها مع ماء البروم الأحمر. فالميثان لا يتفاعل مع ماء البروم. وأما الإيثان يتفاعل مع ماء البروم ويزيل لونه الأحمر. والأستيلين يتفاعل مع ماء البروم الأحمر ويزيل لونه. هسه طلاب السؤال العاشر ترك قلنا عليه. السؤال 11 يقول بين صفة غاز الميثان CH4 التي تعكسها كل من الملاحظات الآتية. أولا إن الغاز يتجمع عند تحضيره بإزاحة الماء إلى الأسفل. الجواب هذا طلاب سؤال 11. الجواب أو الأليف لا يذوب في الماء. فرع باء يقول إن الغاز لا يتفاعل مع البروم. الجواب كونه هيدروكربون مشبع أواصره تساهمية مفردة. زين. جيم إن الغاز يشتعل بلهب أزرق فاتح غير داخن. الجواب راح يكون عندي لأن نسبة الكربون إلى الهيدروجين تكون قليلة. هذا جواب السؤال 11. أليف وباء وجيم. هذا طلاب قدامكم. زين. بعد عندنا آخر سؤال أيضا داخل اللي هو يقول يشتعل غاز الأستيلين والبنزين بلهب داخل. ماذا تستدل من هذه الملاحظة؟ الجواب يستدل هذا هنا طلاب. هذا الجواب يستدل على أن نسبة الكربون إلى الهيدروجين عالية في كل من الأستيلين والبنزين. لهنا طلاب خلصت محاضرتنا. يدكم تشتركون بالقناة وتدعموها وإن شاء الله أنزل لكم باقي المحاضرات. شكرا لكم طلاب.